جبت لكم النهارده يا جماعه كيكه جميله جدا واقتصاديه الى ابعد الحدود، من غير بيض ومن غير لبن. بصوا منظرها عامل ازاي، هش وتحفه وبالشوكولاته. بقى فين عشاق الشوكولاته اللي عندي يحضروا حالا، لان الموضوع كبير قوي. وناس كتير قالوا لي عايزين الكيكه بتاعت اللي من غير بيض ومن غير لبن. ناقص المره الجايه تقولوا لي عايزين كيكه من غير دقيق. ربنا يستر ومحدش يكتب لي كومنتات يعني تجيب لي اي حاجه. يلا نبدا كده على بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هنبتدي بالايه، بالمواد الجافه. يعني ايه المواد الجافه؟ يعني كوبايتين دقيق هننخلهم. والمعيار بتاعي الكوبايه اللي عندك دي، اللي عندي اللي انت شايفاها ديت، او المج اللي عند حضرتك. المهم ان المعيار ده يفضل ثابت معاكي. نخلنا الدقيق بتاعنا، هنجيب نص كوب من الكاكاو الاسباني، موجود عند العطار او العلاف، عشان عارف انت هتسالوني بنجيبه منين. واحنا بننخله هيبقى فيه التكتلات ديت بالمعلقه كده. ونبتدي ايه، واحده واحده لحد لما نفكهم من بعض وننخلهم. وكيس كيك شيف، مالكيش دعوه بالكيس اللي احنا بنستخدمه دوت، احنا اول مره نجربه ونجح معانا. بس انت هتجيبي كيس كيك شيف او بيكنج باودر، ومعلقه من البيكربونات الصوديوم او الكربونات بتاع العرقسوس ده يا جماعه، هو ده الكربونات الصوديوم. وقلبوا بقى المواد الجافه على بعض كده فوق وتحت، شقلب وقلب كده، خلاص ايه المواد الجافه. دي كوب من السكر، ده عشان بتاع التموين فخشن فطحناه في المطحنه. يبقى ده كوب سكر، وبعدين رجعنا طحناه. يبقى كده المواد الجافه بتاعتنا كامله يا جماعه. السكر قلبناه مع الدقيق كده، خلاص خلصت المواد الجافه تماما. سهله سهله. يلا بقى المواد السائله. كيس نسكافيه اللي هو دوت، وهنحط عليه كوب ونص من الماء الساخن. ادي اول كوبايه، واحده واحده كده عشان الكوبايه ما تضربش. ونبتدي ايه، ننزل بيها. وبعدين ادي نص الكوبايه السخنه التانيه. هي كيكه كلها شوكولاته في كاكاو، يعني هي الناس بتوع الشوكولاته هم اللي بيحبوا الحاجات دي. ومعلقه من الخل، ونص كوب من الزيت. يا ريت زيت يبقى نضيف عشان يعني ايه ما يديش طعم مش جيد. وبعدين هنبتدي بقى تقليبه كده بسيطه. وزي ما انتم شايفين، هي دي المواد السائله. بقول لكم اقتصاديه يا جماعه، اقتصاديه. نزلنا بقى بالدقيق بتاعنا واحده واحده عشان نعرف نقلبه. تقلبيه بقى بالمضرب اليدوي، بمعلقه، باي حاجه عندك. وفي اتجاه واحد، خلي بالك من التركات دي. اتجاه واحد يعني مش يمين وشمال. وتلمي كده الدقيق بتاعك، وادي كده خلاص الكيكه خلصت. شايفين؟ هي دي الكيكه اللي من غير بيض ومن غير لبن. يعني يبقى قطعنا الفراخ وقطعنا كمان بيض الفراخ. خلي بالك بقى لو بتلزق منك، هقول لك بتلزق منك ليه. ادهني الصينيه سمنه، ما تدهناش زيت. يعني معلقه سمنه محترمه كده. والجوانب بتاعت، انتوا شايفين الصينيه بتاعتي المونيا من النوع اللي هو يعني بيلزق في اي حاجه. لما دهناها سمنه ما لزقتش. وهننزل بالخليط بتاعنا، هنحط الرف الوسطاني في الفرن. طبعا انت مشغله الفرن قبليها بشويه. قعدت قد ايه؟ قعدت بالظبط 40 دقيقه. هندخلها بقى ونعمل صوص الشوكولاته. كوب من السكر، مش هنطحنه هنا يا شيف، لا مش هنطحنه عشان احنا هنضربه في الخلاط. وكوبايه ونص كوب لبن. تمام كده. ونص كوب منين، من الكاكاو الاسباني بتاعنا، وهنضربهم في الخلاط. وهنضيف عليهم ربع زيت سرسوب. يعني انا هنا معرفتش اصورها، بس احنا هنضيف الزيت سرسوب يا جماعه لحد ما يطلع معانا القوام زي ما انتم شايفين كده، مش سايب قوي ومش متماسك قوي، بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ولامع جدا. ده صوص شوكولاته تحفه، خطير قوي. ده كان الشكل النهائي بتاعه. بعد 40 دقيقة طلعنا الكيكة، عملنا اختبار بالسكينة، طلعت نضيفة زي الفل. هنغطيها بالصينية ونسيبها تبرد. تبرد تماما، يعني ما يبقاش فيها حرارة خالص. وبعدين فتحنا عليها بقى وهنبتدي نقلبها. وتعالى اوريكي هي لزقت ولا ما لزقتش في الصينية الألمونيا بتاعتي اللي بتلزق فيها كل حاجة. ادي أول قلبة ما لزقتش يا جماعة. عرفت منين؟ بسبب من السمنة اللي أنا حطيتها. وبعدين عدلت وشها في طبق تاني بقى اللي هبتدي أشتغل عليه. يبقى السمنة في الصينيه الالومنيا، ما تدهنيش زيت. هنقطعها التقطيع اللي انتوا شايفينه دوت مثلثات، عشان انا هحط الجناش وهي متقطعه، ده افضل. وبعد كده هنزل بالجناش بمسقط رأس كده، واحده واحده. شايفين؟ تحفه اهو. وبالمعلقه كده هتبتدي بس ايه، يعني تمشيها كده، وهي لوحدها الجناش هينزل على الكيكه كلها وهتشربها كلها. وده كان الشكل النهائي بتاعها. والله سهله. ويعني انا هزرت شويه في الفيديو، بس عاوز اقولك ان المقادير مرتبه والطريقه مرتبه جدا. وبصي هشه ازاي مش مكتومه. احنا بقى زوقناها بشويه شوكولاته كده، شيبس كده شوكليت عندنا ابيض و... واسود، عشان تدينا الشكل الحلو ده. انت مش عايز تزوقها، خلاص هي حلوه قوي كده باللعب بالجناش اللي احنا عملناه او الصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. جربيها ورايكم في الكومنتات، وما تنسوش بقى شويه لايك وشير بقى.